قال بعض الطلاب يقول: لماذا لا تذكر المسألة بدون ذكر الخلاف حتى لا يتشتت الذهن؟ هذا الذي يريد فقط مسائل بدون ذكر الخلاف. أما نحن الآن أمامنا ما شاء الله طلاب علم، وأرى البعض مستفيد ومجتهد ويملي المسائل، فهو يريد أن يفقه المسألة ويحيط بها من جميع جوانبها، يعرف الخلاف. الآن لو قلت لك القول الراجح في المسألة ونمشي، القول الآخر له أدلة نهملها، فلا بد أن نبين ذاك القول ونبين أدلته ونبين الرد عليها. الذي هو كسلان يريد أن يمشي مستعجل. مرة جلسنا مع شيخنا يحيى في مسألة السترة فقط، السترة في مكة، درسنا معه المنتقى لابن الجارود فيما يتعلق بالسترة ووجوبها، والرد على الجمهور والرد على من قال باستحبابها، وذكر الأدلة وبيان علل الأحاديث التي استدلوا بها. فمسألة أن تذكر المسألة بدون خلاف هذا لا يفيد الطالب كثيرا. قد يفهم هذه المسألة ويحفظها القول الراجح، فإذا ما نوقش وسئل في المسألة ويقال له: طيب ما ترد على دليلهم، قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. ثم أيضا ذكر الخلاف يفيد أن الطالب قد لا يقتنع بترجيح المدرس، ابسط له المسألة وهو يرجح ما يراه، صح أو لا؟ أيضا بعض الأقوال التي فيها خلاف قد يكون القول الأول قوي والقول الثاني قوي والقول الثالث قوي، فيحتاج إلى ترجيح وإلى جمع بين الأقوال، وإلا لما بسط العلماء الخلاف في كتبهم ولا ما تعبوا. القول الراجح ابن قدامة ألف المغني، كم هو المغني؟ كم هو؟ قرابة كم؟ قرابة 16 مجلد. طيب، ويقول فيها: وهذه المسألة فيها 9 أقوال، هل النوم ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء؟ هذه فيها 9 أقوال. إذن هؤلاء مضيعون للأوقات، صح؟ لا تجد مثل هذا السؤال من طالب يريد الاستفادة وأن يتوسع في العلم. هذا يريد يدرس دراسة بدائية، هذه ممكن يدرس الطالب صفة صلاة النبي، يدرس صفة الصيام، يدرس صفة الزكاة وينتهي. يقرأ فتوى للشيخ ابن باز كيف طريقة إخراج الزكاة، يقرأ فتوى لابن باز ومشى، أو لابن عثيمين. من لا يعرف الخلاف لم يشم رائحة الفقه، هكذا يقولون. وفعلا يعني المسألة لما تبسط بأدلتها وتنظر يتفتح الذهن وتتفتح المدارك. أما مجرد القول الراجح هذا ما ستجد ثمرة محققة. وفعلا يعني المسألة لما تبسط بأدلتها وتنظر يتفتح الذهن وتتفتح المدارك. أما مجرد القول الراجح هذا ما ستجد ثمرة محققة.